يا صباح الرعب. الساعة 6 وعلى المقيمين خارج مدينة الرعب المحافظة على فروق التوقيت درجة الحرارة في الظل 25، وده كويس للزواحف، واحتمال يبقى جو هايل لكسل في السرير او النوم، او اقول لك الاحسن عمل تمرينات للمخوفتية. اصحى يا شلبي. انت كنت بتصحيني ولا بتتكلم في الراديو؟ امنع الكلام وركز في التمرين يا مقلبص. احرق الشهر. ايوه كده تمام. انا كده ظهر لي الناس اللي بيتفرجوا دلوقتي وفاتحين، وان شاء الله الكومنتس تظهر على طول والرياكتات. بس دلوقتي باين تقريبا كده واحد يعمل لايف في الاول وبعد كده يقفله ويعمل واحد تاني. المهم، يا مساء الرعب، ازيكم عاملين ايه؟ انا اسفه جدا ان انا ما عرفتكوش ان هيبقى في حلقه النهارده، او ما اكدتش يعني على الجروب من قبلها بيوم، لان زي ما قلت لكم في الكومنتس يعني لان كانت تعبانه امبارح قوي وكان ضرسها بيوجعها، فمش عارفه كانت الدنيا النهارده هتبقى عامله ازاي، فكنت مستنيه اتاكد بس الاول ان هي ان شاء الله تبقى كويسه، علشان ما اقولش حاجه وفي الاخر ارجع في كلامي يعني. فالمهم كلكم دلوقتي منورين، الكومنتس لسه ما ظهرتليش على فكره، بس ان شاء الله هتظهر طالما انا يعني ايه خرجت ودخلت تاني. اعملوا بقى منشن للناس اللي متعوده ان هي تسمعنا وما دخلوش النهارده، علشان ممكن ما يكونوش عارفين ان في حلقه او كده. فمنشن للي مش موجودين معانا علشان نبدا على طول مع بعض الفقرات بتاعت النهارده. بصراحه كده الحلقه دي جهزتها في وقت يعني غريب، وقت قياسي بصراحه يعني. ازيك يا اميره، ازيك يا نشوى، ازيك يا منار، ومحمد مصطفى وطايع، دول اللي باينين عندي دلوقتي، باينين فوق عندي، انما اللي بيبقى كاتب كومنتس انا لسه ما شفتش الكومنتس. طبعا زي ما احنا شايفين المسابقه خلصت، واول بس ما الكومنتس تشتغلوا كده هعلن على طول على اسم اللي فاز. وكانت مسابقه الصراحه سريعه ولذيذه، وانا بحب اشكر في اللايف هنا بيج صندوره علشان هي كانت مقدمه بجد بوكس قايم جدا وجميل جدا، والمسابقه كانت الصراحه محمسه قوي. بس انا عايزه اقول لكل الناس اللي هي حاولت انها تكسب وما كسبتش، اتمنى ان انتم ما تزعلوش، وان شاء الله يبقى في مسابقات تانية ويبقى فرصة جميع في الفوز. اي حد فاز قبل كده مش هيفوز تاني، يعني انا متفقة معاكم على ده من الاول، بحيث ان كل الناس تفوز، وان شاء الله في مسابقات جاية احسن وفرص اكتر، ونجرب كذا نوع من انواع المسابقات علشان خاطر كله ياخد فرصته. طيب انا هحاول اعمل كومنت علشان يمكن ده يساعد انها تظهر، انا لسه والله ما ظهرتش لحد دلوقتي فمش عارفة في ايه. طيب هبدأ معاكم الاول حاجة بفقرة الاقتباسات. اول اقتباس معايا بيقول شكلك زي العرايس لكن مش ممكن ابدا هترفعي راس عيلتك. بصوا اقتباس سهل قوي. مين اللي قاله من فيلم ايه؟ ولحد ما ربنا يسهل والكومنتس تبان، ربنا يفرجها عليا بجد، لحسن انا هزعل قوي يعني. انا مش عارفه الصراحه المفروض اعمل ايه اكتر من كده. شكلك زي العرايس لكن مش ممكن ابدا هترفعي راس عيلتك. مين اللي قاله ومن فيلم ايه؟ اوكي الحمد لله. ظهر لي اول حاجه احمد اسماعيل بيقول الخطبه من فيلم مولان، وطبعا اميره زعلانه. يا اميره انت، طب انا اعمل ايه يا جماعه؟ والله ظهرت يا محمد كده، ظهرت يا محمد الكومنتس الحمد لله ظهرت. طايع بيقول جدة مولان، لا يا طايع هي من مولان. وايوه الحمد لله الكومنتس ظهرت كده. ومحمد مصطفى بيقول الخطبه بتاعت مولان، ونشوى برضو بتقول الخطبه. هو اصلا اقتباس سهل بصراحه، بس علشان انا الحلقه دي بصراحه كل الاقتباسات سهله، لان انا ملحقتش افكر في حاجه. حقكم عليا يا جماعه وحقك عليا يا اميره، انا كان نفسي جدا ان انت تكسبي عشان موانا والله، بس انا والله العظيم كله كان عمال يقول لي قولي لنا انت هتقفلي الكومنتس امتى، وانا كتبت والله العظيم في البوست عشان يعني محدش يزعل، كتبت في البوست ان انا هقفل بعد 5 دقايق، والمفروض ما اعملش كده، بس انا كتبت قدام الكل ان انا هقفل خلال 5 دقايق، وقفلت فعلا عشان ما بقاش بضحك على حد. طيب هنقول الاجابه بتاعت الاقتباس ده الخطبه من فيلم مولان، وهقول لكم الاقتباس اللي بعده، وبعد كده نعلن اسم الفايز عشان نخلص الفقره دي، عشان لو حد بيسمعنا من اللي كانوا مشاركين في المسابقه، وما اظنش ان ده حقيقي يعني، انا مش شايفه اي حد تاني، عشان لو حد عايز يعرف مين اللي فاز. الاقتباس اللي بعده بيقول
كابتن ابقى اقول لهم انك ما لقيتناش، على العموم في ناس بتتوه في الغابة يوميا. سهل قوي. ازيك يا موانا يا قلبي، ان شاء الله تكسبي يا حبيبتي في المسابقة الجاية. والله العين كان نفسها ان اي حد يشترك لها في المسابقة عشان هي اللي تاخده، بس يعني قلت لها لا يا لولو طبعا ما ينفعش. الاقتباس ده بيقول كابتن ابقى اقول لهم انك ما لقيتناش، على العموم في ناس بتتوه في الغابة يوميا. طيب يوسف مهدي بيقول مساء الرعب، يا مساء الرعب يا يوسف. ومحمد مصطفى بيقول احنا عايزين نعمل مسابقه مخصوص لموانا يا جماعه، محدش يكسبها غير موانا. والله العظيم انا نفسي، انتوا عارفين انا بس لو ربنا يسهل كده والله نفسي اعمل جوائز رمزيه وتتوزع على الكل، بس الموضوع هيبقى صعب جدا. يعني الموضوع هيبقى بالنسبه لي صعب، الفكره كلها في التوصيل والكلام ده مش سهل خالص للاعداد الكبيره. فالمهم ان احنا هنعلن دلوقتي عن اسم اللي فاز في المسابقة بتاعة بوكس ستيتش، وهي ملك مؤمن. يا ملك شاوت اوت. الف مبروك يا ملك، وهارد لك لكل اللي فاز، اللي قصدي اللي ما فازش في المسابقه المره دي. وما كلمتها هي عايزاني اقول اسم قرايبها اللي هم كانوا معاها وعايزين ان هم يكسبوا البوكس: عائشه، طارق، وحبيبه طارق. مبروك لكم كلكم، وان شاء الله عقبال المسابقات اللي جايه. ماشي. وآية ازيك يا آية، عاملة ايه؟ بقالك كتير ما دخلتيش معانا. احمد اسماعيل بيقول ابو جين من طرزان، وايمان بتقول طرزان صح يا ايمان. ايمان مؤمن، ايه ده؟ ايمان مؤمن وملك مؤمن، انتوا تبع بعض صح؟ طرزان وابو جين. اوكي، لا كان اقتباس سهل بصراحة. النت عندي مش حلو، كلنا. طيب الإجابة الصح اللي هو بروفيسور بورتر اللي هو أبو جين من فيلم طرزان. الاقتباس اللي بعده بيقول اجروا استخبوا، في حاجة وقعت من السماء، حاجة وقعت. برضو مش سهلة قوي يعني، هو فيلم اصلا مش مشهور يعني الصراحة، فيلم مش مشهور كله. يلا يبارك بقى الملك، وزي ما قلت لكم هارد لك لكل الناس اللي كانت نفسها تكسب وما كسبتش. اهم حاجة يا جماعة الروح الرياضية، انا كل مرة بقول كده. وان شاء الله والله المسابقات الجايه كل واحد يبقى له نصيب في حاجه تتهني بيها يا رب يا ملك، انت وقرايبك كلهم، انت وعائشه طارق وحبيبه طارق. وعقبال موانا ان شاء الله المره الجايه يا قلبي، عقبالك المره الجايه. طيب احنا بقى ايه؟ اوكي. احمد اسماعيل بيقول تشيكن ليتل، انت مركز يا احمد في الفورمه النهارده يا احمد. وطايع بيقول فروج القله، تمام. ويوسف فروج القله. وآية وحشتيني يا آية والله العظيم، انا كان نفسي قوي انك تبقي معانا في الحلقه بتاعت سبيستون يا آية عشان انتي بتحبيها. بنشتكي من ايام حلقات 2019. انت بتقول انك كنت سمعت الحلقات القديمه في المواسم اللي فاتت يا محمد. وفعلا النت من زمان وهو بايظ كده. المهم عايزه اقول لك صحيح يا محمد مصطفى، طالما انت بتقول سمعت حلقات قديمه قريب، ايه الفرق ما بين الحلقات القديمه ودلوقتي؟ انت احساسك ايه يعني؟ في فرق؟ اوكي. ملك يا جماعه دخلت وسمعت الشاوت اوت بتاعها. الف مبروك يا ملك، وان شاء الله تتهني بيه يا رب، وانتي حظك حلو ما شاء الله. تمام. كل اللي جاوب وقال فروج القله من فيلم فروج القله، الاجابه صح. الفيلم ده مظلوم قوي، ما عادش تقريبا حد بيتفرج عليه مع انه كان مختلف يعني. طيب الاقتباس اللي بعده بيقول ده صعب شويه، ماشي، وده الوحيد اللي كان صعب فيهم. في اللحظه دي قدامك حلين: شوف واحده غنيه تتجوزها او تروح تشتغل. مش سهله. هدى، ازيك يا هدى؟ يوسف بيقول فيلم تشيكن ليتل عامل زي افلام المقاولات من انتاج السبكي، بس بنحبها برضو. ليه؟ ده كان تجربه من التجارب الاوليه بتاعت 3 جي او سي جي اي، مش 3 جي ده انا بخرف قوي، 3 دي او سي جي اي لديزني مش بيكسار يعني. كانت دي اوائل التجارب بتاعت ديزني في انها تدخل الحكايه دي. اهلا يا هدى، انت كنت بتعملي مجهود انت ومنار امبارح. منار انا نسيت اقول لرهف حبيبتي يا رهف، ان شاء الله تكسبي المره الجايه برضو. وليا عليكم البنانيت الصغيرين كلهم اللي بيسمعوني، انا هعمل لكم مسابقه خاصه بيكم قريب ان شاء الله. بالظبط والله يا محمد، النت وحش في كل حته. ماشي. أميرة أول واحدة جاوبت، بتقول الخدام بتاع نافين في الأميرة والضفدع. محمد مصطفى بيقول مساعد الأمير نافين. طب اسمه إيه؟
اللي هو المساعد بتاع نافين او الراجل اللي كان معاه في فيلم الأميرة والضفدع؟ حد عارف اسمه؟ الأميرة والضفدع الراجل التخين محدش عارف اسمه. اوكي بجد انا نفسي ابطل اقول اوكي. انا هحاول اعد النهارده انا قلت كام مره اوكي. دي اول مره اعتقد الحلقه دي اقول اوكي. عايزه اقول لكم ان انا عندي ابني بيقول اوكي بنفس الطريقه بالظبط. محمد يوسف بيقول لورانس مساعد نافين. انت اول واحد قلت اسمه كده يا يوسف. واميره بتقول فرانسوا. هو اسم تحسه فرنسي بس هم مش فرنسيين ولا حاجه. ومحمد مصطفى بيقول اسمه كان في بالي. هو اسمه مش متداول قوي، انا نفسي ما كنتش فاكراه، افتكرته من الاغنيه اللي هي بتاعت اصحاب ما يتسموش. لما كان اللي هو منقوع الليل بيقول له صح يا لورنس. بحب الاغنيه دي قوي وبجد عايزه اغنيها، نفسي اغنيها مع ان هي مش سهله وصوت راجل طبعا، بس نفسي اغنيها. طبعا اسمه لورنس من فيلم الاميره والضفدع. فكده ايه الاقتباسات اللي معايا خلصت. اوكي كده الاقتباسات اللي انا كنت مجهزاها خلصت. انا معايا النهارده هيبقى معانا مريحه ان شاء الله. فانا مش هحط اغاني انا ما حطيتش اغاني. ليه؟ امنيه مستمعه بس، مش هي خدت الاجازه؟ هي امنيه هي اللي فازت معانا في المسابقه اللي فاتت. هو كل بيفوز في المسابقات بيفكس لنا بعد كده ولا ايه؟ طيب نبدا فقره جديده، فقره الاسئله، ولا نروح نسمع يعني زي مقطع صغير كده؟ اوكي عموما منورانا يا امنيه مصطفى. طيب ابدا في الاسئله، فقره الاسئله، ولا نروح نسمع مقطع الاول وبعد كده نرجع نكمل الاسئله؟ انا بقول نسمع مقطع الاول طالما احنا لسه كنا بنقول الاقتباسات. هنروح نسمع المقطع ده وقولوا لي بقى من فيلم ايه ونرجع تاني. شاور لقلبك اوعدني. اعتقد دي سهله قوي. شاور لقلبك اوعدني ده من فيلم ايه؟ مش محتاجه اي افتكاسات. طبعا من فيلم اب، ودي الي. ماشي يوسف فرحانه اهو ان مريحه هتبقى معانا. انت فين يا مريحه؟ طيب اعملي لنا اي حاجه، اكتبي اي كومنت حسسيني انك موجوده. طيب اول سؤال معايا بيقول ايه اسم لا بلاش دي صعبه. طب نبدا بحاجه سهله قوي. اسم الكهف اللي كان في فيلم علاء الدين، اسم الكهف اللي دخلوا علاء الدين كان اسمه ايه؟ اوكي انا شغلت حته صغيره قوي، انا معايا كذا حاجه بس يعني بصراحه الحلقه دي ملخبطه وعشوائيه جدا. انا مش عارفه ازاي لحقت اخلصها في خلال نص ساعه. طيب بيقول فيلم اب، ومحمد مصطفى بيقول يا جماعه الحلقه بتاعت عمرو حسني كانت اسطوريه وكان في وعد انه يكون اول حلقه في الموسم الجديد. هو ما كانش يعرف ان في بعد 7 سنين وعاوزين نكررها. انا حلقه استاذ عمرو حسني نزلتها على اليوتيوب شورتات، يعني نزلت منها مقاطع، وفعلا سمعت الحته دي لما بيقول انا عايزه ابقى اول ضيف في الجزء الموسم اللي جاي. مش هكدب عليكم يا جماعه بجد، عشان دي حاجه لازم اقولها في ضميري مأنبني ان انا وانا بقول ان شاء الله وانت معانا الموسم الجاي، انا كنت عارفه الصراحه ان ده كان هيبقى اخر موسم. انا ما كنتش ناوي اعمل بعديها حاجه تاني. رحاب بتقول فيلم اب ده على المقطع. احمد اسماعيل بيقول العجايب. ومحمد مصطفى بيقول كهف العجائب، واميره كهف العجائب، ورحاب ويوسف. طيب ده كان سؤال سهل الصراحه. بص اهو الموسيقى بتاعت فيلم اب بس يعني ايه حته صغيره. اوكي. منار بتقول لي انا عمل لي بان فمش عارفه اكتب كومنتس، فهي بتسمع بس. انا عارفه ان كان ده هيحصل والله. فانا معاكي دلوقتي يا منار وهقول اسمك اهو. ورهف منورنا، ونور الاسلام ازيك يا نور. يا مريحه انا هتصل بيكي على الموبايل من رقم راديو ديزني بالمصري، فردي عليا لما اتصل بيكي. اوكي الاجابه الصح طبعا كهف العجايب من في الفيلم بتاع علاء الدين. طيب السؤال اللي بعده بيقول كام عدد اخوات الامير هانز؟ الامير هانز اللي هو في فيلم فروزن كان بيقول ان هو عنده كام اخ ساعه لما كان بيحكي لانا ان هي يعني اخواته فضلوا مطنشينه مش عارفه 3 سنين ولا ايه حاجه زي كده. ايوه يا يوسف، ازاي انت ما شفتش الحلقه دي؟ سوري ما سمعتهاش. ازاي ما سمعتش الحلقه دي كانت اخر حلقه في الموسم الخامس من راديو ديزني بالمصري، كان في عز الكورونا، كان في شهر 3/2020.
كان معانا في لقاء طويل قوي، تقريبا اللقاء كان مدته ساعة، اتكلم فيه بصراحة عن حاجات كتير قوي. انا اصلا قسمته وحطيته شورتات، وكنت هعلن لكم الاسبوع ده على الجروب ان دلوقتي راديو ديزني بالمصري موجود على اليوتيوب، تقدروا تسمعوه في اي وقت انتوا عايزينه، تقدروا تسمعوا مقاطع في الشورتات بتاعه اليوتيوب، تقدروا تسمعوا حلقات كاملة المواسم اللي فاتت والموسم ده. كل ما بخلص اي حلقة بنزلها على اليوتيوب، وبنزل بالتدريج الحلقات القديمة برضو، فهعلن لكم عن الموضوع ده ان شاء الله، بس نخلص اللايف. آية بتقول 12 أخ، وهدى بتقول 12، وميرفت بتقول 13. ها مين يزود؟ مين يزود؟ هما كانوا كام؟ أنا مش فاكرة، بس هخمن وأقول 2. دي رحاب. انتي قلتي رقم قليل قوي يا رحاب، هما كتير. هو أصلا علشان إخواته كانوا كتير، ده اللي خلاه يفكر في ان هو يضحك على اي حد من انا او إلسا، وكان حاطط عينه على إلسا في الاول، ان هو يضحك عليها ويتجوزها علشان يبقى رويال، يعني يبقى له مكانة ملكية، لان هو ترتيبه في اخواته اصغر واحد، ففرصة ان هو يبقى امير او ملك في يوم من الايام ما كانتش هتحصل بسهولة، فعشان كده هو كان بيفكر. وهدى بتقول انا كنت موجودة، ايوه. و13 انا كنت عارفاها باخوات سيدنا يوسف. صدق ما فكرتش في الحتة دي قبل كده. محمد مصطفى بيقول ايه السؤال اصلا؟ انت سرحت مننا. السؤال بيقول كم عدد اخوات الامير هانز في فيلم فروزن؟ اوكي. هدى بتقول كنا بنسأله عن الدبلجة المصرية وانت هترجع. يا لهوي، انا سمعت الحلقة قريب قوي. معلش انا اسفة. والحلقة كانت زي ما اقول لكم قبل عودة الدبلجة المصري 100%، فكنا بنسأله كمان عن فيلم فروزن 2، لان هو كان لسه نازل الجزء الثاني قريب قوي، يعني بعد ما فيلم فروزن نزل تقريبا باسبوعين احنا عملنا معاه اللقاء. انا نفسي استضيفه تاني جدا، بس يعني بالحلقات اللي زي دي دلوقتي حاليا بتاخد مني ترتيب طويل قوي، فانا ان شاء الله الحلقة اللي جاية هي اللي هتبقى بتاعة الانيميشن المصري، حلقة عن ذكريات الانيميشن المصري كلها، وهيبقى معايا ضيف يعني متمكن قوي في الحتة دي، حد هيبقى بروفيشنال قوي ويعرف يكلمنا من ناحية ازاي اصلا البروسيس بتاعة الانيميشن بتحصل، وهو ديزناوي وسبيستوني وكل حاجة. فاستنوا الحلقة بقى ان شاء الله هتبقى بعد العيد، لان اسبوع العيد انا مش هعمل حلقات، انا هاخد اجازة عشان اعيد. اوكي. اميره بتقول موانا كانت بتقول عايزه تسمعك وانت بتقلدي ماما اودي. هحاول والله يا موانا عشان خاطرك انت بس. اوكي كله بقى بيجاوب بيقول 11 و12، هم كانوا 12 اخ. طيب السؤال اللي بعده بيقول ايه اسم اللي كوازيمودو خده لما كان في المهرجان بتاع الفلاحين؟ ده سؤال صعب شويه الا لو حد عارف الفيلم واتفرج عليه. الفيلم بتاع احدى بنوتردام، الاحداث بتاعته البلوت تويست بتاعته ان كوازيمودو لما نزل من الكنيسه او برج الاجراس عشان يحضر المهرجان بتاع الفلاحين اللي كل حاجه فيه بتبقى بالعكس، فهو توجوه بالملك في اليوم ده. ايه كان لقبه في المهرجان؟ كان له لقب معين. انا اسف. طيب بيقول احنا قلنا في حلقات في العيد، والله العظيم انا مش عارفه بصراحه، ممكن يبقى فيه وممكن لا، عشان انا هجهز الحلقه بتاعت الانيميشن المصري دي بجد، وهتبقى تقيله ومش هينفع تتعمل في العيد عشان الضيف اللي انا هستضيفه مش هيبقى افيلبل في العيد، فاهمني؟ فلو هنعمل حلقه في العيد هتبقى حاجه كده لايت قوي، مش هيبقى فيها اي فقرات ولا الكلام ده، هتبقى حاجه خفيفه. ماشي. طبعا ده سؤال صعب اللي انا بقوله ده، مش سهل اصلا ان اي حد يعرفه، بس انا قلت اوكي. لا، نور الاسلام قالت ملك الوحشين. شاطره يا نور بجد، انا متوقعتش ان حد هيعرف الاجابه بصراحه. حد تاني كان عارف الاجابه ولا لا؟ عشان ما نطولش في الحته دي. هو كان اسمه ملك الوحشين عشان هو يعني بدل ما يتوجوا حد شكله حلو عملوا اوحش واحد في المهرجان هو كوازيمودو. انا صوتي مش في احسن حالاته الصراحه، بس تصدقوا بجد انا كنت ناويه ان انا اغني النهارده الاغنيه بتاعت اقعد واستريح ابدا التغيير، لا اوقف التفكير، اقعد واستريح اوقف التفكير، لو مستريح هبتدي معاك مراسم التغيير. نفسي اغنيها جدا الصراحه،
وفين محمد شعبان بجد؟ اميره فين محمد شعبان؟ محمد بقاله حلقتين كده ما جاش لايف، ودي حاجه غريبه ومش عوايده خالص يعني. فيا رب يكون بخير يا محمد، يا رب تبقى بخير يعني، برغم ان احنا بنقعد نتريق كتير ونهزر، بس لا طبعا نتمنى ان هو يكون بخير. محمد مصطفى بيقول انا كنت عارف انها حاجه فيها تنمر جامد. سوري خليكم معايا، هشرب بس ميه عشان صوتي مش في احسن الظروف. ايوه كده احسن شويه، كده احسن شويه. طيب دي كانت فقره الاسئله معايا، وفاضل معايا كده فقره واحده اللي هي كمل الاغنيه. فدي هنعملها مع مرحه على اساس ان هي ايه، ممكن نشوف هنغني ايه مع بعض. طيب تمام يا اميره، ربنا يطمنك. امال ليه ما دخلش على اللايف ده؟ النهارده حلقه ديزنويه اهو، مش اسبستونيه. المهم ان احنا معانا مرحه اخيرا. ازيك يا مرحه، عامله ايه؟ الحمد لله. انا اكتشفت، انا قاعده بسمع من على موبايل تاني واكتشفت ان انا دخلت. انتي احنا معانا؟ ايوه سامعيننا اهو. الله. انا كنت عشان اقرا الكومنتس يعني فدخلت. لا انا هقرا لك عادي، انا هقرا لك، بس لو دخلها من موبايل تاني بقى وطي الصوت خالص في الموبايل التاني علشان أيوة. ما يبقاش فيه صوت صدى. وطي الصوت لو سمحت واسمعني. أيوة. في الموبايل كأن احنا كده بالظبط في الراديو او في التلفزيون. ايوه وطي الصوت واسمعنا من التليفون. عينيا. محمد شعبان بيستخبى مني عشان ما نتخانقش مع بعض على ارائنا. واخد بالك يا طيع؟ ده يوسف بيقول. يوسف انت مثير للشغب اليومين دول في الجروب. طيب يا مريحه بصي، عشان احنا ما اتفقناش قوي على ايه الاغاني اللي ممكن ان احنا نغنيها وكده، فانا جت في بالي فكره ان انا كاتبه فقره اسمها كمل الاغنيه. فايه رايك نلعبها مع بعض انا وانتي؟ تمام، انا تمام. ماشي يلا. جاهزه؟ جاهزه يا حاجه. جاهزه يا حاجه، ربنا معانا. والله يعني يا جماعه مش يعني ايه، ربنا يسلم. اتفضل. ماشي. ان شاء الله تبقى حلقه اول حاجه يا جماعه الصوت كده ايه، طمنوني بس على الصوت وصوتنا احنا الاثنين مع بعض نظامه ايه علشان نبدا بقى. بصي يا ستي، اول اغنيه سهله قوي، انا هقول مقطع منها وانتي تكملي الحته اللي بعدها. ماشي يلا. ما يهمني شكلها ولا لبسها، يهمني ادوق اكلها. لحمه، فراخ، حمام. ايوه حلو. في بلدكو اكيد ولا ايه؟ أيوة. هي دي؟ لا صح. في بلدكو اكيد بيقولوا عليك حلوة. كل الحريم بتحب الواد القوة. عرفنا هناك نسهر ايام والعين مش عارفة تنام. ناقصنا ايه؟ عروسة الاحلام. هو في ديلي؟ لا هم هيسمعوا الصوتين مع بعض، لا ما تقلقيش، لان انا وانتي بنتكلم في نفس الوقت في نفس المايك. وهم بيقولوا اهو الصوت تمام. اوكي تمام، كله بيقول الصوت حلو. اميره بتقول موانا عايزه تدخل معاكم. طب ما نخلص يا موانا والحلقه الجايه ان شاء الله لو في حلقه في العيد انا هخليها حلقه مداخلات بس، يعني كله يدخل يشارك فيها باذن الله. انا نفسي ادخل اشارك. انا نفسي ادخل. امال انت بتعملي ايه دلوقتي؟ امال بتعملي ايه؟ لا انا بغني. انا هنا جايه فقره غنى. انا ما انت عايزه تشاركي كمستمع عادي بقى؟ ايوه اوكي ماشي. ما انا مستمعه. ماشي خلاص اتفقنا. طيب اللي بعده كان بيقول سهله دي برضه. اللي عايز اي اغاني طبعا يتفضل يقول. معلش انا اسفه اني قطعت. لا عادي. وجات لي فكره ان انا قبل ما ندخل على طول، ان كل البوستس اللي يوسف كتبها عن افلام ممكن نختار من كل فيلم اغنيه لو هم حابين. يعني مثلا من رابنزل اغنيه، من توي ستوري اغنيه، هو ما فيهمش اغاني كتير، من وهكذا، واللي هم حابينه وان احنا نغنيه. وعشان هو كتب عن اللي هو الفار الطباخ يعني. ماشي. عن روتاتوي. ماشي. فالاغنيه بتاعته هو ملوش اغنيه اللي بالفرنسي بالفرنساوي. ايوه تحفه. تعرفي تغنيها؟ ماشي. انا مش حافظاها بالفرنساوي، بس انا ممكن يعني ايه، يعني انا قبل ما ادخل بالظبط ما فيش ثانيه انا فاكره ان انا ارتجلت كلمه يعني انا بالنسبه لي عن الفيلم. فلو انتوا حابين يلا بينا، لو مش حابين تمام. يعني ايه كلمه عن الفيلم يعني؟ يعني ايه يعني يعني اللي هو مثلا هي بتقول ايه،
ترتا ترتا ترا ترارا، صح اللحن كده. ماشي. فهي مثلا بيقولوا اللي ما بينا ده جنون، مصالح صداقة وحب بجنون، مع بعض أنا وإنت أكيد هنكون، بغي دي بيتنا صحاب هنكون فيها وهكذا بقى. يعني طيب ما تكمليها. فتحتها والله العظيم، والله ما حافظه انا، والله ما عارفه انا، وانتي برد عليكي انا كتبتها حتى بجد. والله العظيم ما شاء الله بجد. لا حلوه قوي. طب ليه ما انتي بس اللي مش عايزه تاخدي الخطوه وتنزلي على الجروب؟ صدقيني هتبقى حلوه جدا لو كتبتيها. والله ابدا، وحياه ربنا ابدا. انا بس ببقى يعني اول ما باجي اسجل ما بعرفش يعني. فهماكي تحبي اللايف انتي بقى. يلا بينا. ماشي. طب انا يا جماعه انا مش شايفه كومنتس. انا مش شايفه اي كومنتس خالص. اكتبوا لي كومنتس لان دلوقتي الكومنتس كلها وقفت وفي رياكتات بس مش شايفه اي كومنتات. طيب ظهرت اهو. يوسف بيقول لك يلا يا مريحه يلا، مش عارفه قصده على ايه. واحمد اسماعيل بيقول اغنيه احنا العرايس ملهمات الفنون ومدحات الابطال، وهرقل اصبح انسان. بس دي غنيناها المره اللي فاتت يا جماعه، غنيناها. معانا مين بقى؟ ده من العصر الذهبي، عمرو عبد الحميد. ازيك يا عمرو؟ شوت اوت ليك برضه عشان هو ما دخلش بقاله 7 سنين، وده عمرو كان متالق على الجروب. مش عارفه انت فاكراه ولا لا، كان متخصص في فيديوهات التيك توك بتاعت فاكره انت حاجات التيك توك اول ما طلع، اللي هو بتعملي على اغنيه يعني حاجات شبهها، فاكره؟ ايوه ده في اساطير دلوقتي في مدلكس. هو كان شاطر قوي في الحكايه دي. أيوة. ونور بتقول احنا بنسمع عشان كده مش بنكتب. لا يا جماعه برضو عايزين تفاعل بقى. منورين كلكم اللي بتسمعونا يعني. طيب انت دلوقتي هتكملي معايا اللعبه دي وبعد كده نعمل الاغنيه بتاعت راتاتوي كامله، ولا انت ما كنتيش لسه خلصتيها؟ انا دي بس انا ما سمعتهاش كلها اصلا. بس هي دي انا يعني قلتها كده عن الفيلم، فاهماني؟ اللي هو هي مش ترجمتها، بس بعد كده لو كتبتها ان شاء الله باذن الله هنزلها باذن الله. خلاص ما انزل الاولى اللي انا كاتباها اصلا. استنى والله انا مستنيه، ما عنديش مشكله. احنا استنينا 7 سنين. مستنيه، احنا كلنا مستنيين. استنينا 7 سنين فرج. ما فيش مشكله. طيب اللي بعدها كانت بتقول ايه؟ ضاع املي خلاص هعترف انك موهوب، الناس يرموها على راسه فلوس مش طوب. زهور يا شيخة والله انا عايزة فلوس. زهور مش طوب، ويجيب لي جوايز من نوع الفايز. لا انا مش عايز احداث، احب افطر على بصل. سلمت خلاص نمري وجرشت يا ناس، وعملت جنينة ازرع فيها فجل وقلقاس. يلا اتفضلي. ماشي. اللي بعده بيقول هم فاضل 2 بس. لا كملي. والله لا مش حافظه طبعا. اوكي. بيقول ايه بعديها؟ انا حافظه الحته دي بس. هو كان بيقول ايه تاني؟ انا مش فاكره. وانت عامل ناصح. أيوة. قال ايه واتفالح على فين ده رايح الروح، انا اللي رحت انا للاخير انت يا صغير السن، مع انك يعني ما انتش قوي واتجن. مش فاكر الصراحه غير دي. دربت بلاوي عقلي لحسوه، وهو ده الامل اللي فاضل لي يا ناس ياهو. طيب تمام. قاعده رقم 6. ايوه. اللي بعديها بقى دي سهله قوي، وممكن نغني حته من الاغنيه دي اصلا بعد الاقتباس يعني. اشتري لي جزيره بعيد لا واعيش فيها وحيد، حواليا جبال فلوس اتمرغ فيها، وانا كمان. قوليها بقى، كملي بقى انت ربنا. انا نفسي اشوف في السما الاناديل، وكل ما تفوت دقيقه ببقى اسعد في الحقيقه، لاني عندي زيكم حلم جميل. حلم جميل. لا حلم جميل. لا حلم جميل. واحنا مش لا انا الحته دي محتاجه كورال قوي. احنا ممكن نقول حته مع بعض من الاغنيه اللي هي بتاعت مولان، اللي هي بتاعت العروسه دي. مش عارفه ازاي هنغني واحنا مش فاكرين الكلمات. انا ممكن اجيب الكلمات بس يعني خلينا بقى اخر واحده سهله قوي والناس كلها بتحبها، فانت ممكن بقى تكمليها لحد ما تقدري يعني لحد ما تخلصي. وسط الغابات مين يدلك وما فيش وياك انسان.
وإيمانك بالإرادة بكرة تبقى زينة الرجال. يا إنسان يا ابن الحياة، يا إنسان ممكن تطير. انتي بدأها لي من حتة بكرة تمشي راسك فوق. يا إنسان أعوام هتكون كبير. يا إنسان يا إنسان هو ده زينة الرجال. بقول لك كنت عايزة حلوه قوي. لا انا بديها لك من الحته اصلا صعبه جدا اللي هي فيها ايوه قوي. طيب انا كده بالنسبه لي الحاجات اللي كنت كاتباها خلصت. فكره اللي هي الاغاني ونكملها، وانا كنت كاتبه بس الاربعه دول. فاحنا بقى نشوف هم عايزين يسمعوا ايه وانتي تغنيه. وممكن نغني اللي هي اسمها ايه الاغنيه بتاعت العروسه دي اللي هي انا عروسة الأحلام. لا مش عروسه الاحلام، اللي هي التانية اللي هم بيجهزوها انها تبقى تروح للخطبه. ايوه هي دي. ايوه انا عايزه اغنيها وانا مش حافظه اصلا حاجه. انتوا تمام مستمتعين؟ طمنونا عليكم. انا سرحت عن الكومنتس بس هقرا لك دلوقتي. هدى بتقول هي دي بسلامتها بنتك بتفكرني. اوكي. واميره بتقول طرزان. ومحمد مصطفى بيقول افضلي وراها لحد ما تسجل لنا اغاني اللي بنحبها. ونشوى بتقول لك حلوه قوي. ايوه ربنا يخليكم بجد. رحاب برضو ما سمعتناش بقالها 7 سنين. هي كمان بتقول كده انا اول مره احضر الراديو من سنين وبجد رجعتوا لي احساس قديم وجميل قوي. ده الاحساس المسيطر علينا كلنا لما بنسمع الراديو، ان احنا بنستعيد الفتره اللي احنا كنا بنسمع فيها زمان. الطريق همشيه من هرقل يا مرحه. بيقول لك الطريق همشيه. عينيا حاضر. مش احنا غناها المره غنيناها والله المره اللي فاتت. غنينا حاجات هرقل تقريبا كلها المره اللي فاتت. انا ممكن دلوقتي اجيب كلمات اي اغنيه لو انت عايزه احاول اجيبها. انا عايزه اقول لهم على معلومه. اختبار الشهر انا ما اعرفش انت بتسميها ايه، بس انا عندي سؤال. حد فيهم يعرف طرزان كام جزء؟ طرزان كام جزء؟ طرزان هما فيلمين اللي نزلوا، واحد انيميشن اللي هو الاساسي اللي هو اسطورة طرزان، وواحد تاني فيلم كده صعب قوي كانيميشن هو تبع ديزني تون. استوديو ديزني تون ده اللي هو كان متخصص في انتاج الافلام اللي هي بتنزل على السي دي والدي في دي، ما كانتش بتنزل في السينما. فهو اصلا كان عباره عن مقاطع من المسلسل بتاع اسطوره طرزان اللي هو كان بيجي على ديزني، قناه ديزني. فهم خدوا شويه حاجات او حلقات كانت ملغيه اصلا من المسلسل وجمعوها وعملوا بيها الفيلم ده، اللي هو بيروح فيه المدينه مع جين، بيروح لندن وبيلبس بدله صح كده؟ شتي قصدك على ده؟ هم بقى في جزء كمان ليه اغنيه غناها هشام نور فظيعه. ماشي هي يعني حزينه سيكا بس فظيعه. هم هو كاتبين 3 صح؟ انا قريتها اهو. ايوه ظهر لي. ايوه ال3 في جزء اولاني وفي الجزء الثاني لما هو كان صغير. ده اللي هو بتاع الزوجر. ايوه ده الجزء الثاني صح. والجزء الثالث هو اللي انا بقول عليه اللي هو ديزني تون ده كان انيميشن بتاعه سيء جدا صح. هو الجزء الثاني هو لما كان صغير. هي أميرة كاتبة كومنت أنا حاسة إن فيها حاجة إيه؟ كاتبة كومنت بتقول إيه؟ أميرة تقريبا منى هي اللي بتكتب. هي منى عايزه تدخل دلوقتي بس ازاي؟ مش هينفع يا منى تدخلي دلوقتي عشان اصلا الرقم اللي بنتكلم من عليه هي مرحبا بتكلمني عليه دلوقتي، فبعد ما نخلص هنشوف. حاضر. حد يقول احنا علينا يا باشا. اوكي. محمد مصطفى طرزان جزئين اللي كل هم عايزين احنا علينا. هنحاول اهو. استني طيب هنقول دلوقتي الاغنيه بتاعت طرزان الاول وبعد كده هدى بتقول دي دنيا فوق. خلاص. محمد مصطفى بيقول طرزان جزئين وفي جزء ثالث كانوا عاملينه تجميعة حلقات من المسلسل وعاملينها في فيلم على اساس يسترجعوا الذكريات. هو ده نفس اللي انا قلته. في اغنيه فعلا في فيلم طرزان الجزء الثاني اللي انت بتقولي عليه ده، فانت لو عارفاها وحافظاها يا ريت. يلا. حافظاها. هي صعبه فيها حته صعبه يا جماعه، فيا رب اعرف اقولها صح عشان والله العظيم ما بهزر، بخاف منها والله. ماشي بس هقول بسم الله. حد يقول لي انا من فين ورايح فين، حد بس يقول لي الغلط ده فين وجاي منين، ليه كل اللي احبه حزين والهم مالي عينيه، لو ما قدرتش ابقى زي الكل
الكل قولوا لي اعمل ايه، دموع ما فيش وبتماليش، احسن للعالم ان ابقى هناك بعيد وحيد، جايز ما يهمنيش واكيد هعرف اعيش، لو بس القالي مكان ابقى انا في نفسي، لو بس القالي مكان ابقى انا في نفسي. واو، لا حلوة قوي، هي صعبة قوي بس تحفة بجد، تحفة. يا لهوي. عشان كلماتها معبرة قوي. كلماتها دقيقة جدا. ايوه كلماتها معبرة. ازيك يا نانسي؟ نانسي بتسمعني، نانسي قلبي، سلمي لي على تولين يا نانسي، وعلى تميم، وعلى كل النونات اللي بيسمعوني. محمد شعبان بيقول لك يا العظمة عايزة منك ايه؟ الله يكرمك، الله يكرمك يا استاذ محمد والله العظيم. ومحمد شعبان كاتب بيقول انتوا هنا فطيع، بيقول له لا في مسترد. جامدة. جامدة بجد. طيب طب يلا دي دنيا فوق. يلا بينا. يلا بينا. مفيش علاء الدين مش موجود معانا للاسف. مش مشكلة، انا والله هنقول علاء الدين حتى يظهر علاء الدين. يلا بينا. قولي يا ستي، خليكي في ياسمين. هاتي ايدك هنشوف دنيا جديدة بتلمع يا أميرة، امتى قلبي كان ليكي يوم دليل، سيبي قلبك ليا ونشوف دنيا بعيدة وقريبة، عالبساط السحر نطير، دي دنيا فوق، ده عالم تاني مش معروف، ما نحسش فيه بخوف وفيه نشوف الحلم يبقى حقيقة، دي دنيا فوق، نفسي اشوف حاجات كتير، يا عيني ما تناميش، خلينا نعيش، ما تخليش ولا لحظة تضيع وتفوت، دي دنيا فوق، ده حلم جميل مفروش لا في حتة في النص. امال ايه؟ لا دي اخر حتة. لا امال ايه؟ دنيا ما تقولش حلم وانت هو صاحي، فوقي وتحتي حواليا بشوف سما صافية مالها حدود، دي دنيا فوق، نفسي اشوف حاجات كتير، يا عيني ما تناميش، خلينا نعيش، ما تخليش ولا لحظة تضيع وتفوت، دي دنيا فوق فيها هنعيش، ده حلم كبير مفروش بحرير، وفيها نعيش. عليا النعمة يا سيادنا، راضين عليك، حرام عليك يا عم. مش عايزة انا اسفه يا جماعه ان انا بوظ الاغنيه بصوتي، بس انا لازم هغني يعني، امال هعمل ايه؟ يا باشا انت هغني يعني، ما مش هعرف اسكت. اسلام بيطلب منك اغنيه صعبه قوي، بيقول لك اغنيه في يوم من الايام من فيلم سنو وايت، دي اغنيه صعبه قوي، اللي هي في يوم ماهوش بعيد. انا مش عارفه غير شوفتك. لا ده دي الاميره النائمه دي. في بقى اغنيه تانية اسمها في يوم من الايام، اللي هي بتاعت بير الامنيات دي، عارفه اللي هي سنو وايت وهي في بير الامنيات، اللي هو احنا جنب بير الامنيات، قول له علي في قلبك قول، صح ولا ايه؟ هي دي اللي انت قصدك عليها اسلام؟ ما اتفرجتش انا، يعني انا شفت سنو وايت بس وانا صغيره، حسيته يعني انها بس هي الاغنيه دي اصلا هي الاغنيه دي سوبرانو قوي كده، وعارفه انت ستايل الاغاني القديمه، هي ما اعرفش اغاني الكلاسيك دي بحسها محتاجه ناس بتغني اوبرا، اللي هم بيسرسعوا صوتهم قوي كده.
بقى انا عايزه اقول لكم ان معلومه، سنو وايت اللي غنتها استاذه رتيبه الحفني. المفروض رتيبة الحفني دي يا جماعة أنا اكتشفت إنها مطربة كبيرة جدا 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 جدا، وعاملين لها في أكاديمية الفنون. يعني هي طبعا تعتبر رئيسة للمعهد. أيوة. أو تعتبر من أقدم رؤساء المعهد الموسيقى. وفيها قاعات باسمها هناك، قاعات اللي بيتعرض فيها المشاريع والغنى وكده باسمها. فالناس هناك يعني هي فيها عبد الوهاب وعبد الحليم ورتيبة الحفني. ايوه، وهم زمان طبعا كانوا بيجيبوا الناس اللي هم بقى التقال قوي في مجالهم، يعني مش هنعيد بقى ونزيد في الحكايه قوي. يعني فربنا يجعلنا منهم يا رب يا رب. طب هو بص يا اسلام، الاغنيه دي صعبه الصراحه، ما حدش عارف. بس والله يعني انا هسمعها، وباذن الله اغنيها باذن الله. خلاص تمام. طب ها اغنيه تانية بقى يا جماعه غير دي، يعني عايزين اغنيه تبقى سهله. طلبوا برضو، في ناس طلبت حاجات. نرجع بالكومنتس. ارجعي كده وشوفي، لان انا عندي برضو مش بعرف ارجع قوي. ايه طب ما تكتبوا يا شباب، معلش انا يعني لو حد لا يا ستي، ده انت زي الفل. هي دي بسلامتها بنتك. انت عايزه نغنيها؟ انا جبت الكلمات بصراحه، بس يعني انا مش عارفه ابعتها لك دلوقتي. انا حافظاها. ماشي خلاص، انا اللي ما كنتش حافظاها قوي فماشي. الاصرار ونور طالبه الاصرار. طب دي حلوه قوي، دي حلوه قوي، ممكن نغنيها مع بعض، بس استني عليا بس اجيب الكلمات بتاعتها علشان ايه. ما الزهايمر شغال. اغنيه وبوكو لوكو. انا حافظاها بالانجلش. غنيها بوكو لوكو عقبال ما نعمل دي. هي كانت بتقول لون السماء، بس هي what the color of the sky يا مور you tell me that is red يا مور where should I put my shoes يا مور you tell me put it in your head يا مور you make me poco loco merititi loco you make me guessing I'm nothing and I'm missing you just keep me guessing. بعدين لا انا مش حافظاها طبعا. ونستار حاجه كده بوكو لوكو دي الاصليه بتاعتها. حلوه جدا. طيب والله بجد فيها اراريه كده. ايوه انا عارفه. ايوه طب بصي، هو في كذا طلب دلوقتي. هتعيش هنا في القلب. طب دي حلوه قوي. بنزل انا يا ما شفت. بلاد شبه الاحلام. اغنيه منقوع الليل. انا عايزه اغني يا اميره اغنيه منقوع الليل، انا ماليش دعوه. انا ما عنديش مشكله خالص، بس اغنيه خبي الجزمه ما هي دي بتاعت بوكو لوكو بس بالعربي. هي بيقول كده حط على راسك مش عارف ايه، انا مش حافظاها طبعا. فشوفي انت هتختاري ايه من كل التجميع دي، ولا نعمل منكم هعمل رجال او ترفعي راسنا بين الناس. شوفي حاجه في مولانا الاول. ممكن نغني اللي هي هتعيش هنا في القلب. دي فظيعه. طب يلا هتعيش هنا في القلب الاول. يلا فظيعه. اولها يا روحي تبكي. يا روحي تبكي دنيتنا بخير، هات يلا ايديك يلا نعيش، قلبي نوره يحميك من الخوف والليل، انا وياك ما تبكيش، يا ضي العين محتاج لحنان، وانا حضني كبير مليان دفا وامان، ام وابنها دايما هنعيش، انا وياك ما تبكيش، هتعيش هنا في القلب، هتعيش هنا في القلب، مليون ده هكون وياك ومعاك على طول، حب يعيش في القلب مهما قالوا كلام، حب يعيش هنا في القلب دايما دايما. ايوه بقى المؤثرات. لا تحفه حلوه قوي. انا بسرح الصراحه وبنسى ان انا المفروض اكمل كلام. طيب واللي بعده ايه؟
ايه اللي بعده؟ في بقى الإصرار، يلا بينا. هنقولها مع بعض يعني. يلا بينا. بس هي مقاطع ازاي بقى نقسمها زي ولا هي زي ما تيجي تيجي؟ يلا يا باشا، يلا يلا. ماشي. اول حاجه خالص اللي هي لازم قدامنا مشوار طويل. يلا من اول لازم نبدا. محمد شعبان كاتب انا محتاج فلوس. هو التعليقات بتاعته يعني لازم ياخد جايزه عليها الصراحه. والله العظيم جايزة أحسن. على رأي يوسف بيقول هو تصدقي ان هو ستايله بالافلات بتاعته دي شبه جميل اللي هو في اللعبة. والله هو نفس الطريقة. يلا نبدأ. يلا اتفضلي. انا الاول. انا هقول صوت ياسر شعبان بذمتك يا شيخ. انا هقول لازم نبدأ نجهز دي. لازم نبدأ نجهز في القضاء على الهون. هل بعتولي وكملي. هل بعتولي نسوان مش رجال شرسون، انتم كملي. أسوأ من شاهدت في يوم، ولكن على العموم منكم هعمل رجال مهما يكون. يلا انت بقى. في هدوء الغابة بس القلب فيه طار. بالتركيز والحكمة يجي الانتصار. انتم اضعف من لا الامل. ايه؟ الامل فيكم يبان معدوم، ولكن على العموم منكم هعمل رجال مهما يكون. سيبي لي بقى انا الحته دي. اليوم ده باين نحس وداعا يا اخواني من البياخ اللي اداني في اسناني، مش عيب عليك وانت شحت، يا ريت ما يكونش كشفني. ليه مش لازم ابقى انا الاولاني. يلا مع بعض. اصرار كالنهر الهادر في اندفاع، بالاصرار يهز الكون، بالاصرار النار القايدة بتدمر اللي قصادها مهما يكون. اتفضلي. ساعة الصفر. لا خلاص دي خلصت بقى. ساعة الصفر جاية لقتال الهون، مش هنلحق نجهز يبقى الموت مضمون. انتم اضعف من ويلات الحرب، وانكتب بين النجوم مستحيل منكم رجال منكم يكون. لا قولي انت الحته الصعبه يا مريحه، ما تسيبنيش كده. بصي عايزين نقول الحته اللي هي بتاعت بالاصرار دي. استني عشان تبقى حلوه. منكم يكون. ايوه عايزين نقول حته بقى بالاصرار. ايوه صح. الاصرار كالنهر الهادر في اندفاع، كالريح العاصف يهز الكون، في كل ثورة النار القايدة بتدمر اللي قصادها مهما يكون. الإصرار كالنهر الهادر في اندفاع، كالريح العاصف يهز الكون. بالإصرار. ما أنا بقول بالإصرار. ثورة النار القايدة بتدمر اللي قصادها مهما يكون. بس كده. زماننا عملنا ازعاج لكل الناس. دويتو مع اليسيا، عملنا دويتو مع اليسيا. انا كنت عايزاكي تقولي بالاصرار معايا عشان يبقى كانهم يعملوا المؤثرات، بس انا كنت بقوله في النص يعني. طيب نجرب ترفعي راسنا عشان نبقى غنينا اللي احنا كنا عايزين نغنيهم قبل كده. ماشي. ايه اللي هي دي بسلامتها بنتك. يلا بينا. ماشي. اوكي. انت بتحبي تبدأيها يا ساره؟ ماشي يلا هبدأ اهو. بس انا الصراحة يعني ايه مش عارفة. ماشي. هي دي بسلامتها بنتك، يا ما شفت من ده كتير، انا هعملها عروسة تصلح لأمير. دي متلجة كانت هتبقى سخنة لو جيتي في الميعاد. فم محموم
فم كمان، من رجل، قولي معايا هنقول مع بعض، من الرجل لحد شعر الراس، نقطة عطر من إزاز عشان ترفع راسنا بين الناس. مولان. ايه ده؟ ايه؟ مراجعة عشان لو نسيت حاجة امسكي، ده احنا محتاجين معجزة. يلا بينا. هتشوفي التغيير، العرسان هيجوا بالطوابير، كحل واحمر تسريحة جنان، ترفع راسنا بين الناس. أسعد يوم في حياة الوحدة لما تيجي تشوفها الخطبة. حياتنا في ايديكو يا رب يحقق امانيكو، راعيناكو زي اللولي عشان يوم ما تفوزوا بالعرسان. نرفع راسنا بين، نرفع راسنا بين، نرفع راسنا بين، نرفع. قولي يلا. ترفع راسنا بين ايه؟ الناس برضه. احنا على فكره سيبنا كوبليهين بس مش مشكله يعني، حلو. كان في اللي هو الكوبليه بتاع البنات لابد تكون هاديه مطيعه وزي الطيف، بالاوصاف دي وبوسط نحيف، ترفع راسنا بين الناس، واجب علينا خدمته امبراطور الصين. الرجاله في الحار واحنا نخلف ملايين. كفايه كده. العريس عيني عليه لما يشوف هيعرف يعمل ايه، مش هيعرف راسه من رجليه، ترفع راسنا بين الناس. كفايه بقى كده. انا ايه بالنسبه لي كده خدت يعني الليميت كله، نسينا الكومنتس وسرحنا في كل حته. سرحنا في الاغنيه، سرحنا قوي زي ما كنا بنعمل، فاكره؟ يا لهوي يا لهوي، احنا لو قعدنا نغني مش هنخلص. طيب ايه بقى تاني اللي ممكن انت تغنيه من الحاجات اللي هم طلبوها؟ والله يعني اللي هم حابينه. ليه بقى؟ لان انا هنكد عليكم دلوقتي وهقول لكم انا فاضل 10 دقايق وهقفل. فيلا نلحق. انا عارفه ان انا هتشتم يعني. بسم الله. في بيل هم كانوا عايزين المره اللي فاتت الاغنيه اللي هي بتاعت كانوا عايزين الطريق همشي. والطريق همشي. الطريق همشي هي اولها مش احنا غنيناها؟ والله غنيناها المره اللي فاتت صح. بس ماشي يلا بينا يعني نسمعهم البنت. صح، هي كاتبه انتي كده جاهزه. لا تفاحة تهديكي وتميمة تطمنك. لا لسه تفاحة تهديكي وتميمة تطمنك، عقد ملون تحفة تلبسيه أوام، ومعانا شيء لأجل الحظ وكله هيبقى تمام. صح كده. أجدادي ساعدوني في المقابلة دي وادعولي أقدر أشرف والدي ويفرح بي وارفع اسمه بين الناس. صح. وبعد كده احنا قلنا أصلا الحتة دي في الأول خالص، اللي هي في الأول. أيوة بس مش مشكلة يعني، هي مقاطع وخلاص. هي بتقول انتوا غنيتوها خلاص، هدى بتقول فعلا كده. واميره بتقول بيل شيء جميل، احنا اوريدي غنينا برضو شيء جميل على فكره المره اللي فاتت. طيب ونانسي بتقول غنوا اغنيه سندريلي بتاعت الفيران. تصدقي عمرنا ما غنينا دي. والله حلو، بس انا نفسي انفذ يعني اللي هي ايه، ان يوسف نزل بوستات فاحنا نغني. احنا كده غنينا من رابنزل ولا ما غنيناش؟ لسه ما غنيناش. لا ما غنيناش. لا وما غنيناش الثانيه برضو اللي هي من توي ستوري. توي ستوري فيها 3-4 اغاني غنينا منهم المره اللي فاتت اللي هي بتاعت جيسي. بس ما غنيناش بقى اللي هي ايه، اللي هي بتاعت اندي. عارفينها؟ اللي هي ايه؟ انهي واحده؟ انا ناس صديق. يا ريت يلا. اللي بحقه حقيقي، الحزن باين او الحب في عيني وعينيك، كل حاجة بعملها ليك، صدقني ما يشيل همك غير صديق، وانا الصديق. ايوه انا يا ناس صديق، لو مرة ضعت وتهت في الطريق، ايوه انا الصديق.
دي من الحتة التانية. كل السنين هتفوت، صداقتنا عمرها ما تموت. مش فاكرة. حلو قوي. يخرب بيت الزهايمر. مش مشكله. صداقتنا عمرها ما تموت. مش فاكرة. طب انت فاكره اغنيه مولان الجزء الثاني؟ في اغنيتين اللي هم نفسي اكون زي البنات. ياه بحبها. ياه والتانية اللي احنا مره غنيناها اللي هي اول درس. دي تحفة دي، واحنا غنيناها المرة اللي فاتت. لا بجد غنيناها لا مش فاكر بجد. شمس قمر ولا ما غني؟ مش فاكرة. لا كنا هنغنيها بس ما غنيناهاش ساعتها. فانتي شوفي كده. ايه ممكن. طب نغني حاجة الروبانزل اللي هي الأغنية الأصلية. احنا بقى بنغني دلوقتي بقى الحاجات الأصلية دي اللي هي يلا بتاعت لعلها تنور، اللي هي الوردة. يا ايه ده؟ كل كلامنا عن الوردة. ايه ده؟ ازاي احنا ما فكرناش ما قبل كده غنيناهاش. بجد؟ أيوه. طب يلا غنيها يلا. يا وردة المعين خلي القوة تبان، يرجع اللي كان اللي ضاع زمان، خفف الجروح رجع اللي فات، يرجع اللي فات، يرجع اللي ضاع من زمان. يا سلام. بتغنيها. حلوة قوي بجد. هدى بتفكرك بباقي الكلمات، كانت بتقول يمكن في حد اقوى واشجع مني واقوى كمان، لكن حاضر يا يوسف. في الوفاء مش عارفة مفيش زي انسان، حاجة زي كده صح؟ ايوه لكن اكيد مش هيوفيني وفي الوفاء انسان، اصل احنا مهما يطول بينا الزمان صح؟ يوسف عمال طالب ياما حلمت. والله لا. ومحمد شعبان بيقول حد معاه تليفون المطافي الحلقة ولعت. مش ممكن والله مش ممكن. ياما حلمت من قبل ما تقفله، يا اما هغنيها لك والله يا يوسف عينيا. ياما حلمت بالمكان البعيد اللي فيه حضن دافي، في انتظاري سعيد واهتاف جماهير، لما وشي بان مع صوت بيردد ده مكاني الوحيد، الطريق همشيه مهما طال عليا، والمكان هلاقيه مهما لجلوش ايد، حتى لو 100 ميل برضو صبري جميل، لازم امشي سنوات عشان اوصل للبيت. والله كلنا نبكي دلوقتي، والله كلنا نبكي. طب على فكرة انا بحب الحتة الاخيرة بتاعتها اللي هو لما كان بيطير على الحصان. أيوة. هي صعبة قوي الطبقة دي. ولما في الاخر بيقفلها خايفة خايفة اللي هو بتاع هروح لفيليبس ومش عارفة لما كان بيكلم زيس صح؟ اللي هي قولي. طب هغلب الاخطار مهما طال طريقي، انا مش شطار للعلا شبيت، هطلع المشوار مهما طال عليا، وهلاقي الحضن الدافي اللي هو البيت. يا لهوي ده صعب قوي. الجيران هيفضحوا يسيبوني. والله وانا كمان شاويش. والله وانا كمان. لا بس هي صعبة صعبة اخر حتة دي يعني صعبة قوي. بس هم كلهم مبسوطين. بالظبط. نشوى بتقول الحلقة دي جمعت اجمل اغاني ديزني. ايوه طبعا. وتعالي بقى يا حقوق يا ملكية، تعالي يا ديزني ابقي كلميني، ما تقدريش تفتحي بقك.
ماشي. وايه تاني؟ طيب كنا بنقول على ايه تاني؟ استني ما افتكر. كانت حاجه من جميله والوحش برضو، احنا غنينا المره اللي فاتت اللي هي بونجور، وكانوا عايزين الحته اللي هي بتاعت انا رايحه بلاد شبه الاحلام، احنا كنا غنيناها بس ما كانتش كامله. طب تعرفي تغني مدام جاستون اللي هي الجزء التاني بقى من الاغنيه بتاعت بونجور دي؟ اللي هي البيه عايزني البيه طلب ايدي، صح كده؟ مدام جاستون يا فراخ سامعيني، مدام جاستون ادي المدام، لا بيه اسفين ما تسيبك مني، انا رايحه بلاد غير دي شبه الاحلام. صح؟ ايوه صح، حلوه قوي. فاضل حاجه تانية؟ كان فيها حته صغيره قوي. لا مفيش حاجه إيه؟ تاني. لا صح. هي... لا هي كانت اخرها كده، كانت بتجري كده في وسط الزرع ومش عارفه ايه، وما كانش في حاجه تاني، هي بس كده. طيب يا جماعه عشان انتي جيتي في الاخر الصوت بعد قوي وانتي بتقولي انا الجيران ومش عارفه. انا بعت الموبايل علشان الصوت يبقى أيوة. قوي قوي يعمل ايوه فنانة أصالة في نفسه. عمرو بيقول ازاي رجعنا بالزمن كده بالبساطه دي، الواحد اتدغدغ في ال7 سنين دول، رجعتوا لنا تاني احساس انا زمان لسه، اننا في زمان لسه. بالظبط والله يا عمرو، هو فعلا الراديو اساسا دلوقتي هدفه كده، زمان كان هدفه الانبساط بس والفصلان، دلوقتي هدفه ان احنا نرجع نفتكر احنا كنا مبسوطين زمان ازاي ونرجع للجو ده. وفعلا محمد مصطفى بيقول انا كنت عايز اغنيه بلاد شبه الاحلام، ما هي دي صح ولا ايه يا محمد برضه؟ هو عايزها من كلها اللي هي ايه؟ هي ليها حاجه تانية؟ ما هي دي لا هي دي اللي هي، ولا دي حته تانية؟ لا هم كانوا جزئين، هي بتقول في الاغنيه بتاعت بونجور في الاخر حته من اللي هي بتاع بلاد شبه الاحلام وكملتها. ايوه اللي هي كاتبه من شو عملاق في بلاد اقسام، فيها فين الحته دي؟ هي في نفس الاغنيه والله، هي نفسها على ما انا افتكر يعني. بس ماشي، لو حد عايز حاجه معينه برضو يقول، عشان احنا خلاص كده يا جماعه بجد انا اخري كمان 10 دقايق، وانا كنت عايزه اغني يا مرحبا اغنيه منقوع الليل. يلا بينا يعني بس انا عناية يا يوسف، حتى لو مش فاكره الكلمات هبعتها، هغنيها، اللي هي هبعتها فويس. اللي هي ايه؟ على قصده على ايه؟ اللي هي ايه؟ انا كنت عاوزك تغنيها عشان اخر حته دي اصلا انا اسف، اللي هو كان قصده تقريبا في اغنيه هرقل اللي هي انا ياما حلمت، كان قصده اخر حته اللي هي الصعبه اللي انت قلتيها. ساره ازيك يا ساره؟ ساره يوسف بتقول كل مره مش بلحق، ازيكم عاملين ايه؟ طيب بيقول نو. طب انا بصراحه ماشي. اميره بتقول في شيء جميل لبل، انا ما كنتش موجوده ساعه لما انتوا غنيتوها، تغنيها تاني؟ ماشي عنينا. قولي بقى الحته بتاعتك غني منقوع الليل الاول، غني منقوع الليل. ما هو محمد شعبان بيقول منقوعة الليل، انا هغني الفيرجن الحريمي منها. ونشوى بتقول اغنيه اول درس، هي عايزه اغنيه اول درس، انا مش فاكره الكلمات بتاعتها خالص، هي كانت بتقول ايه؟ انتي فاكراها؟ بتاعت منقوع الليل؟ لا بتاعت اول درس في مولان. اولها شمس قمر ضلمه نور صوت وسكون ليل ونهار، محتاجين مش واحد بس، الاتنين محتاجينهم، صيف وشتاء قمر شمس. هو اول صح، هو اول درس، زي الصخر قوة الضرب، كالجبال دايما ثابتين، قطعين زي السيف شجعان مش خايفين. خلاص يا مولان انا جاهزة. لا لسه، انت لسه محتاجة توازن، انت كده نص جاهزة. نعمة زي السحاب مع الريح تميلي كالأغصان، كل خطوة بحساب عشان مسموح إني أخاف ما أنا إنسان. نعمة زي السحاب مع الريح تميلي كالأغصان، أول خطوة بحساب عشان مسموح إني أخاف ما أنا إنسان. محتاجين مش واحد بس، محتاجين الاتنين محتاجين.
صيف وشتا قمر شمس، هو أول درس نعمة زي السحاب مع الريح تميلي كالأغصان، أول درس. حرام عليكم. البوليس هيجي يخبط على الباب دلوقتي. البوليس هيخبط ناس. ايوه. طيب انا هقول بقى بتاع منقوع الليل اخر حاجه، علشان ولا لا عشان اميره، لا النبي مش عايزه اميره تزعل مني، كفايه اساسا ان منى زعلت مني. خلاص يا مريحه تعالي نغني شيء جميل علشان خاطر اميره، طبعا ما اقدرش ازعل اميره حبيبتي. قولي الحته بتاعت بيل، انا يعني مش عارفه ولا نقولها كامله. لا نقولها، يلا بينا. ماشي يا رب افتكر. في شيء جميل ودع قولي يلا. كمان. بس ده كان قاسي وكان متوحش مش انسان، دلوقتي رقيق قربوا يا طيور، معرفش ازاي انا كنت بخاف منه واطير. مش ممكن كل مره بتيجي الحته دي لازم اقعد اضحك ليه معرفش. بصيت بحنان. ايوه انا قلت ده ايه، حتى في اللمسه مرتعشتش وخافت ليه. ده حلم جميل، ده حلم عبيط، خبلني الشوق، لكن دي بصت ونني كان كله ضوء. ياه قولي يا شيء جميل يخوف، شيء عجيب ولا حد يصدق فيه. كملي. شمير حواديدي بس جوه في قلبه شيء كان حلمي الاقيه. ده ولا الأحلام، ده مش معقول، ما خطرش في بال ولا ضر في خيال، مين كان يصدق قلبهم الاتنين يمين. عجيبة نستنى يومين ونشوف بالعين، الحلم ده هو عمره قصير ولا طويل. على فكرة الحلم ده ممكن يبقى عمره طويل. الحلم ده ممكن يبقى علم، وعلم جميل. جميل مين يا جميل ماما؟ مين يا ماما؟ هقولك لما تكبر. بس كده، اتمنى يا اميره تكوني اتبسطتي. بس انا نفسي اختم باغنيه، يلا يا ريت حاجه كده بقى من اللي هي ايه. هتقولي ايه؟ من التقايل يعني، مش عارفه. طب اقول انا الاول منقوع الليل دي عشان بعد كده ينضفوا هم ودانهم. اتفضل. وبعدين نختم عشان خلاص بقى كده فعلا الساعه بقت 11 الا ربع. ماشي. بس انا بصراحه اكيد مش عمري ما غنيتها على فكره خالص، ولا نزلتها ولا اتدربت عليها، فانا هجرب كده. محمد شعبان الله يسامحك بجد. ايوه انا والله العظيم كل مش عارفه اقول كل ما باجي اقول دلوقتي افتكر ان هي وقعت بالعصفور. لا ومستورد دي ماشي. هي هدى بتقول لي يا ابني بقى طب يلا منقوعة الليل بقى، بس ما حدش يتريق عليا بقى، يعني انا فعلا بجد هقولها اول مره. يلا. ما تستهزأش بيا يا فلان، اوعى تغلط في الكلام، انت في ملعبي خد بالك، وحاسب ملي ما يتسموش، وحاسب ملي ما يتسموش. ده مجرد صدى صوت، لعبة كده بنلعبها هنا تسالي يعني، ما تخافوش. اقعد واستريح، اوقف التفكير، لو مستريح هبتدي معاك مراحل التغيير، اعرف المستقبل واغير فيك حاجات، وحبصي في قلبك كمان، عندك قلب مش كده لورنس، وهحقق الاحلام، عندي فودو له اسياد وله اسرار ما تفهمهاش، وليا اصحاب ما تتسماش، وله صحاب ما تتسماش. الورق هيقول الماضي الحاضر والمستقبل على طول. الورق بس خد 3 هتشوف المستقبل هنا كله بسلاسة. هقول انك جيت من بلد بعيد، وماما وبابا ملوك اكيد، يعني ابن زوات بس جيب شحات.
محتاج تتجوز واحدة لكن بنت مليونير، مامي بابي قطعوا المصروف، صح يا نونو؟ حياة محزنة. للأسف مظبوط. يبقى محتاج تتجوز، بس الجواز هيأيدك، انت عايز تبقى حر تتنطط من مكان لمكان، بنك نوت بنك نوت هو ده المطلوب، وحظك باين في الكوتشينة مال كتير مكتوب، انت اسمح لي ما انتش محتاج تفسير، متهزق دايما يا ولده، متهزق من الست الوالدة ومن أختك وحتى من أخوك، ولو جيت تتأهل هي وعيلتها يهزقوك، بس المستقبل موجود فيه ايه؟ فيه الراجل العظيم اللي كان نفسك فيه. هنتعاهد. ايوه امال هترفضوا سلام صديق جديد؟ يلا بينا يلا بينا يلا بينا يا مريحة، في ايه؟ يلا قولي. كملي. لا ما هم هنا بيقولوا معايا. التغيير. ايوه هم هنا بيقولوا. انا استمتعت، انا استرحت انا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. ابدأ التغيير، ابدأ حالا التبديل، قولي حاسس تتغير أكيد، اكيد. يا ريت تكون سعيد، ولو زعلان لا ما ترجعليش، يبقى قول للي ما يتسموش، وصلت اللي عايزه بس خسرت اللي معاك. يلا بس كده. منقوعة الليل. كلنا بجد والله. ميرسي يا جماعة. أخيرا بجد دي أول مرة على فكرة أقول حاجة كاملة في الراديو من أول ما بدأت، يعني أقول حاجة أغنية كاملة من أولها لآخرها، يلا. فده إنجاز. يلا بقى يا مريحة أنت اختمي. شفتي والله قايلين لك سرحنا مع صوتك يا بجد سرحتوا ازاي مع الأداء بقى؟ مش شفتي والله العظيم حلو جدا. شكرا يا نشوى. أيوة هدى انا بتقول يا بقى ريت تكون جت في سعيد. دماغي اغنيه دلوقتي حالا هموت واغنيها، يلا وانتي بتحبيها موت. بجد ايه بقى يا ترى؟ ايه ماشي. اظن انه اه بيحبني. اوكي. بيحبك بس يا رابنزل بطلي عبط، ده اللي كنت خايفه منه موت، قصه حب وهم وصدقتيها، وده بيؤكد لي البراءه اللي انت فيها. هيحب فيكي ايه؟ شوفي ايه، فوقي بقى لنفسك، مش معقول فاكره واقع في الحب. هتحبي حرامي؟ تعال ماما، ده انا لا كده انا فهمت. رابنزل كده كبرت، رابنزل فاهمه وحلوه، انسه شطوره بجد، احساسك مش كدب، عال لو حاسه بامان روحي له واديله التاج، ده اللي بيسعى اليه وبيكذب عليكي هياخده منك ويطير مستحيل. اسمعي الكلام هيخلع في لحظة والمية تكدب النار، لا احساسك مش كذب، لو بيحبك هنشوف، وان مهربش ابقى خسرت ماما، وان جيتي لي تعيطي يبقى انا قلت. يا سلام. ايوه انا بحب الاغنيه دي قوي قوي قوي، انا بموت فيها. بحبها، وبحب برضو الجزء الاول اللي هو بتاع انا يا ما شفت، الاولاني بقى خالص اللي هو انا يا ما شفت صدقي كلامي لوحدك ما تعمريش، صوتها فظيع يعني مش هتكلم طبعا. طيب شكرا يا مريحة انك كنت معايا النهارده على الحلقه على غفله، انا عارفه ومن غير اي استعدادات، بس هو ده احلى حاجه بصراحه، يعني دي احلى حاجه في الراديو. مفيش اي حد عايز اي حاجه، خلاص تمام احنا تمام. لا تمام كده، حتى لو هم عايزين حاجه عايزينها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انزلها، او باذن الله اذا في حلقات قادمه باذن الله عنالك. خلاص انا متفقه معاكم من دلوقتي، لو في حلقه في العيد باذن الله، يعني اليوم الجمعه الجاي اللي هو يبقى تبع اجازه العيد باذن الله يبقى في المداخلات، كل اللي عايز يعمل نقول يعني نمشي على الليله الكبيره. الليله الكبيره يعني ايه؟ يعني هي ملهاش علاقه بديزني، عايزه يعني اغنيه الليله الكبيره. اشمعنى ايه اللي فكرك بيها؟ عشان العيد، دي معموله عشان العيد. انت قصدك طب ما نخليها دي بقى في العيد نفسه. ما هي بقى احنا قبل العيد اهو، هي ليله العيد اللي هي الليله الكبيره يا عالم انا بحبها الليله الكبيره يا عمي، عارفه؟ ايوه طبعا حافظاها وبحبها جدا.
ممكن نقول كوبليه ونكملها في العيد لو حابين. ماشي يلا إيه نقول رأيك؟ كوبليه عشان انا هختم بمقطع صغنن قوي وخلاص كده. يلا قول يلا اتفضلي. من اول ايه؟ لا قولي، هنقول مع بعض، نقولها مع بعض. الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة، مالين الشوادر يابا والريف والبنادر. الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة، مالين الشوادر يابا والريف والبنادر. وكي اكمل ولا ايه؟ خلاص كملي حالا بالا. لا بس هي في بقى الست في كتير طبعا. فينا ممكن بحب نقول ليه بقى يا ولاد حتة يعني. الحلال بنتي مش عارفه اللي هي بنتها تايهه دي. رجلها الشمال فيها خلخال زايدة، صح؟ ايوه. بس انا افتكرت مثلا ممكن يا غزال يا غزال العشق حلال دوبتني دوب خلتني خيال. يا غزال يا غزال العشق حلال دوبتني دوب خلتني خيال. يا ليل. ايوه كمان. يا شفتك فالصفرة ولا وانا لا جوا ولا حول. يا شفتك فالصفرة ولا وانا لا جوا ولا حول. دوبتني وقلبي على ولا. يا غزال يا غزال يا غزال العشق حلال. يا غزال العشق حلال. احنا بنبيعكم البضاعة عشان تيجوا في العيد ان شاء الله. بس خلاص والله انا دي اكتر حته بحبها اصلا، اللي هي سمعنا يا ريس حنتيره للصبح معاك السهيره. سمعنا حرفيا احنا دلوقتي في انت الريس حنتيره دي. طيب يعني خلاص بقى عشان حلقه العيد. ايوه يلا بينا ان شاء الله تبقى فيها مداخلات، حتى لو مريحه عايزه تعمل معانا مداخله انا رحب بالجميع باذن الله. لو في حلقه هعرفكم، لو ما فيش خلاص الحلقه اللي بعدها باذن الله مفيش مشكله، الحلقات جايه كتير ان شاء الله. فهقول لك تصبحي على خير يا مريحه وتصبحوا على خير كلكم. انا هختم معاهم بقى، هقفل معاك انت دلوقتي وهختم معاهم واشغل اخر مقطع واشوفك على خير ان شاء الله. يلا باي باي. اشوفكم جميعا باذن يا الله. رب باي. كل سنه وانت طيبه. شكرا لكم كلكم، شكرا لكم وكل سنه وانتم طيبين. انت طيبه يا قلبي. مع السلامه. السلام عليكم. طيب بما ان احنا سرحنا عن الكومنتس قوي، بس طبعا هرجع واقراها. بس زي ما قلت لكم ان شاء الله حلقه العيد تبقى موجوده باذن الله. انا هحاول، بس كنت عايزه اخد اجازه، يعني الاسبوع ده كله اخده اجازه، بس ان شاء الله لو في حلقه في العيد هنعمل مداخلات. فطبعا زي ما قلت لكم تصبحوا على خير، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. وكان معاكم ساره سالم من راديو ديزني بالمصري. وهسمعكم مقطع كلنا بنحبه واقول لكم بقى ايه. تصبحوا على خير. يلا باي باي. مساء الورود، اسمي رامز من مغامرين الكشافة بالكتيبة 41 الفرقة 10. حضرتك مش محتاج أي مساعدة النهاردة؟ لا. أنا ممكن أساعدك تعدي الطريق؟ لا. ممكن أساعدك تعدي الرصيف؟ لا. ممكن أساعدك تعدي مثلا الباب؟ لا. ما أنا لازم أساعدك تعدي حاجة. لا مش محتاج مساعدة. مساء الورود، أنا اسمي رامز من مغامرين الكشافة بالكتيبة 41 الهداوة الفرقة يا 10. ولد. حضرتك مش محتاج شكرا، مش محتاج مساعدة. أي